السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي فيديو جديد من قناة يوميات شرفة. اليوم درت معكم الفقاص، كيجي زوين على هذا الشكل هكا وكيجي هشيش. وما تنسونيش بابوني والتعاليق ديالكم زوينين واللايكات ان شاء الله. بالفضل ديالكم القناة غتزيد لقدام. ودابا غادي ندوزو للطريقة. عندي هنايا كاس ونص ديال السنيده، غنزيد عليها 4 البيضات يكونوا حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش في الثلاجه. وغندير واحد فاني، وحده ديال الساشيه فاني. غندير كاس ونص ديال الزيت، اللي بغى ينقص من المقادير ينقص، يعني يديرها النص يديرو. ونخلط هاد العناصر يدخلوا بعضياتهم بهذا الشكل هكا. نخلطهم مزيان هكا، يدخل البيض مع السنيده مع الزيت مع ديك فاني كيعطي ريحه زوينه باش يجي الفقاص زوين. من بعد ملي ندخلي هاد العناصر بعضياتهم غادي ندير واحد فلان ديال كريم ديال الكراميل، غادي ندخلو هكا بعضياتهم ويتسانجو. ومن بعد كنزيد واحد شويه د النافع، كنزيد واحد شويه ديال الزنجلان، وكنخلط هاد العناصر بعضياتهم. ودرت واحد القبيصه ديال الملحه، يعني باش كنهرسو داك الريحه ديال البيض. ومن بعد كنزيد شويه ديال الكركاع مهرس هكا على الشكل هكا، واللي بغى يدير النوا يديرو، اللي بغى يدير كاوكاو يدير. اليوم اختيار كل واحد يدير اللي عجبو. غندخل هكا العناصر بعضياتهم وجربوها، كتجي زوينه، كيجي هاد الفقاص فزاز. وهانتوما معايا ما تمشيو فين تكملوا الفيديو حتى الاخر. ومن بعد كنزيدو الطحين هكا. ما نقدرش نقول لكم المقادير ديال الطحين، يعني النوعيه ديال الطحين كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. وغنخلط هكا يدخلوا بعضياتهم. وهانتوما معايا ما تمشيو فين تكملوا الفيديو حتى الاخر. ومن بعد كنزيد واحد نص خماره، ما درتش خماره كامله غير نص. غنبقى نخلط، نزيد الطحين شويه بشويه تنجمع الخليط بهذا الشكل هكا. يعني من تجمعوا الخليط ما تجمعوش قاصح ولا جاري بزاف، يعني ما بين وبين متوسط. ومن بعد انا جمعت على هذا الشكل هكا شوف كي جا. دابا غادي نقسمو باش نديرو واحد حرابل، نديرهم هكا حريبلات. وصدقوني هاد الفقاص راه كيجي رائع، كيجي غزال ديك النكهه ديال الفلان. ودابا درت على هاد الشكل هكا وغندير في الطبسيل، وغنزيد نقسم هادو عاوتاني على جوج هكا. غنديرو حرابل. وهانتوما معايا ما تمشيو فين. ومن بعد هنا ساليتو على هاد الشكل هكا حريبلات. دابا غادي ندوز ندهنلو البيض ونسكافي. ومن بعد كندهنو من الفوق نسكافي والبيض على هاد الشكل هكا. دهنو من الجوانب ومن الوسط باش يجي عاطي اللون. ومن بعد منين ساليتو بالدهين دابا غادي نشرطو هكا بالفرشيطه
هاد الشكل هكا. تنكمل التبصيل كامل. من بعد منين ساليته دابا غادي نديرو في الفران على نار متوسطه باش يطيب مزيان. ومن بعد جبدته من الفران، شو الشكل ديالو كيجي زوين محمر. ودابا غادي ندوز نقطعو. كيجي زوين على هاد الشكل هكا وكيجي هشيش. وما تنساونيش بابونيو بالتعاليق ديالكم زوينين واللايكات. ان شاء الله بالفضل ديالكم القناه غتزيد لقدام. الفقاص ها هو وجد، شو الشكل ديالو كيجا، شو تبارك الله جا غزال كيشهي. صاوبوه بالصحه والراحه والعافيه.